بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. يا رب يكون عيد وشه حلو علينا وعليكم يا رب. النهاردة هنعمل فيديو أكل جديد. النهاردة هنشوي فرخة في الفرن. مقاديرها يا جماعة هتبقى 4 حبات من الطماطم، وحبة بصلة واحدة بس قطعتهم ايا كان التقطيع. دول 3 معالق صغيرين من 7 بهارات، 3 معالق صغيرين من فلفل اسود، معلقة من الحب الكزبرة الناشفة وهو ده سر الخلطة بتاعتنا، ودول بقى 6 معالق صغيرين من الملح الابيض. انت عايزة تحطي براحتك الملح، انت اللي هتتحكمي فيه على حسب الحدقان اللي انت عايزاه. تمام. انا دلوقتي طبعا هفرم الحاجات دي كلها في الكبة. كده انا حطيت الطماطم والبصل، نزلت عليهم بالبهارات بتاعتي كلها. معلش يا جماعه انا واخده دور برد، معلش اعذروني. هنفرمهم مع بعض وهنشوف دلوقتي. الصوت كان عالي جدا جدا، كان عالي بجد. هنعمل مرة كده. تمام اهو. اهو يا جماعة الخلطة بتاعت الشوي اللي هنشويها النهاردة للفرخة بتاعتنا. كده خلطة المشاوي بتاعتنا خلصتها خالص. هبتدي بقى هتبل الفرخة من جوه ومن بره ومن تحت الجلد كمان. دلوقتي هنشوف مع بعض. الفرخة هي يا جماعة غسلتها ونضيفها زي الفل. طيب هنبتدي بقى نحط ندهن كده الفرخة من على كل الجوانب اهو، شايفين؟ اهو شايفين؟ احنا بندهنها كل الجوانب بتاعتها عشان تشرب من هذا الخليط. طيب برضو نفس الحكاية من جوه اهو. خلاص تمام كده. تمام. انا ايديا يعني لدرجة ان انا مش عارفة اقفل المقطع. هنبتدي بقى دلوقتي تحت الجلد هنحشيها. شوفوا بقى الفرخة تبلتها من جوه ومن بره زي ما انتوا شايفين، ومن تحت الجلد اهو، شايفين؟ اهو هي باينة حتى اهو. الكمية كبيرة قوي على فكرة، بس راحت لجوه شوية ومن فوق ومن جوه ومن بره. التتبيلة تمام كده، هي مش عايزة اي حاجة، مش محتاجة اي حاجة. وجهزنا طبعا الطاجن وكده. تبلنا الفرخة دي. التتبيلة دي ممكن تقعد في التلاجة. انا حطيتها في القبولة طبعا عشان انت ممكن تحطيها في القبولة تقعد ساعتين تشمع بهذا الخليط عشان تشرب منها. اما بقى لو انت مستعجلة اشتغلي فيها على طول، برضو هتكون اتشربت مع الوقت اللي هتشوي فيه. برضو يعني هيكون الملح اللي انت حطيتيه والبهارات كلها
هتكون اتشبعت بالخليط. تمام. الحاجة الجديدة اللي انا هعملها دلوقتي يا جماعة، ان انا هحط القناصة بتاعتها والكبدة بتاعتها، خلاص، والبلحة كمان بتاعتها. الخلاط طبعا باظ، شايفين، من الطماطم، هيتغسل ان شاء الله وهنخليه زي الفل. المهم انا دلوقتي حطيت كل حاجة في الفرخة، هكتفها بقى وهرجع لكم. اهو يا جماعة انا عملتها. آه خلاص كده انا حطيتها في ازازة كوكاكولا يا جماعة، او اي ازازة عندك. انا كانت ازازة دبس رمان فضيت، فحطيتها فيها، ودلوقتي الى الفرن حالا، الى الفرن. شايفين يا جماعة اهي. اهو يا جماعة انا حطيتها في اخر راء من الفرن، لازم تتحط في اخر راء من الفرن، وعليت عليها الفرن. تمام. وحطيت لها ميه كمان. الميه ممكن تكون سخنه وممكن تكون ساقعه، لاني انا عندي هنا كهرباء، فهشغل المروحه. المروحه دي فايدتها انها توزع الحراره في كل الجوانب، فبالتالي النار اللي من تحت والمروحه هتساعد على ان الميه تغلي، ولسه بدري طبعا الوقت، فهتاخد وقتها ان شاء الله في الشوي. تمام. المروحه اشتغلت، انتوا سامعين صوتها اهو، والنور كمان اشتغل بالمروحه. تمام. تمام. طبعا اوضه الصالون زي ما انتوا شايفينها، محتاجه ان انا انضفها عشان العيد. ربنا يقويني. شايفين يا جماعه هي مليانه تراب. تمام. كله ده ان شاء الله هنعمل لكم روتين قريب قوي. هعمل لكم فيديو ان شاء الله لتنظيف الصالون. يعني مليان شوية تراب عشان الشباك. تمام. شايفين التراب، شايفين كمية التراب قد ايه. ترابة ناعمة خالص، ترابة ناعمة بجد يا جماعة والله اهو. فطبعا ايه، الله اكبر الله اكبر. الستاير دي عايزة تنضف، الحيطان عايزة تنضف، تتنفض يعني وتتلمع. الحاجات دي شايفين عايزة برضو تتلمع. شايفين الترابة ناعمة ازاي. فان شاء الله بإذن الله هننضفها مع بعض، نظافة العيد بإذن الله. وخلاص كده انا خلصت الفيديو بتاعي. تمام. خلصت الفيديو بتاعي واشوفكم بخير ان شاء الله. الحاجات دي برضو عايزة يعني تتلمع برضو. الاباجورات الصغيرة دي معرفش بقى، قولولي بقى في التعليقات دي انضفها ازاي. يعني النجفة دي هحلها واغسلها؟ دي جديدة يا جماعة، قلبي يوجعني لو نزلتها بجد. مش عايزة انزلها، مش عايزة. انا خسرت واحدة قبليها كنت بنزلها كل شوية والكريستال ده اتقطع خالص. فقولولي في التعليقات واكتبولي انضفها ازاي من غير ما اشيلها. تمام. تمام. اشوف وشكم بخير. وده الفيديو كان بتاعنا. كمان البونبونيرة وعلبة المناديل دي عايزة تنضف، وصينية الشاي دي عايزة تشال، والمفرش عايز يتغسل، والترابيزة عايزة تتلمع. كل الحاجات دي هنعملها على العيد ان شاء الله، في تنظيفات العيد. كل سنة وانتم طيبين، واشوف وشكم بخير بفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.